بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا غبنا عليكم، بس احنا راجعين بحاجة بقى تحفة عشان الحر اللي احنا فيه ده. هنعمل مع بعض أحلى آيس كريم ممكن تعتمديه. بجد يا جماعة، والله مش هتشتريه من بره تاني، لأن فعلا احنا بيضحك علينا. بجد بيضحك علينا كمية وطعم وجمال وكل حاجة. تعالي شوفي المقادير معايا. كوباية من الكريم شانتيه، نص كوباية من الكريم الباستري، كل ده من عند مستلزمات الحلويات. معايا هنا كوباية ونص من السكر بنفس المج اللي انت بتعملي بيه، من كوباية لكوباية ونص على حسب الرغبة، بس السكر يبقى بودر. ومعايا هنا 3 معالق ممسوحين من الجيلاتين البودر، وربع كوباية من المية المغلية بدوب فيها الجيلاتين كويس جدا جدا جدا. يعني معايا هنا كوباية من الكريم شانتيه، ومعايا نص كوباية من الكريم الباستري، ومعايا كوباية ونص سكر بودرة، و3 معالق من الجيلاتين في ربع كوباية مية مغلية بدوب الجيلاتين كويس جدا. خلاص. بنفس المج باخد كوبايتين من الحليب الساقع المشبر، يبقى الحليب ساقع جدا معاكي. بس يا ست الكل، ادي الايس كريم بتاعنا، واضربي لي كل الكلام ده مع بعضه. بجد يعني بجد والله نتيجته خرافة في الجمال. المقادير دي على الشعرة. اضربيه لحد ما يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. شايفة معايا القوام كده؟ مظبوط كده. هنعمل بقى منه كل الطعوم اللي تتخيليها. هنعمل مانجا، وهنعمل فراولة وشوكولاتة وفانيليا. قسميلي بقى في علب كل عدد الطعوم اللي انت عايزاها. الكريمة خلاص خلصت كده، قسميها لي بقى بالعدد اللي انت عايزاه على حسب عدد الطعوم اللي انت هتعمليها. انا هنا عملت 4 طعوم، فقسمتها على 4 من العلب اللي موجودة عندي. خلاص يا ست الكل كده. لحد كده شغلنا ماشي تمام وسهل وزي الفل. اول واحدة هعملها بالمانجا. معايا هنا مانجا فريش، جمديها في الفريزر كويس جدا وطلعيها اضربيها كويس قوي قوي في الكبة، وحطيها على الكريمة. خلاص كده. مفيش اسهل من كده، بس لازم المانجا تبقى متجمدة وتضربيها كويس في الكبة. اي فاكهه تحطيها تبقى متجمده، فاكهه فريش بقى روعه روعه. خلاص. وحطينا لون اصفر عليها. وبرده كان عندي فراوله، بس الحته دي ما طلعتش في التسجيل، معلش انا اسفه. ضربتها برده في الكبه وحطيت نقطتين من اللون الاحمر عليها. وادي الفانيليا، حطينا 2 باكت من الفانيليا وقلبنا. يبقى عندي هنا مانجا وفراوله وفانيليا، قلبناهم اهو. وعندنا بقى المحبوب الجماهير بقى اللي هو ايس كريم الشوكولاته. دايما لما تيجي تشتري، اشتري الكاكاو الاسباني، حلو جدا وطعمه جميل وبيبقى لونه غامق وجميل جدا. حطيت شويه 3 معالق من الكاكاو، وعملت سيحت شوكولاتايه كده، حته شوكولاته صغيره في شويه حليب عشان ندعم الطعم بس. وحطيتها عليه، وقلبي كويس قوي قوي قوي، واعملي علبه الشوكولاته بتاعتك. اوعي تاكليه بقى خلاص. حطيه في الفريزر يسقع ساعتين ونص 3 ساعات، وهقولك تعملي ايه تاني. هتطلعيه من الفريزر بعد ساعتين 3، تضربيه تاني بالمضرب الكهربائي. واخده بالك؟ هنضربه تاني. هو ده سر مطة الايس كريم الجميلة اللي احنا بننبهر لما بناكلها بره. شايفين المطة؟ شايفين قوامه اتغير ازاي لما اتضرب وهو ساقع؟ بصي، بصي المطة بتاعته خرافة في الجمال. الخطوة دي بقى بتفرق جدا. وسيبيه يا ست الكل بقى في الفريزر من بالليل للصبح، وكلي بقى بألف هنا وشفا. خلاص. هنا بقى احنا بنوضب الكاسات بتاعتنا. هتاكلي ايس كريم بجد تحفة وفي غاية السهولة. ممكن اي بنوتة صغيرة كده بتحب الايس كريم تقوم تعمله للعيلة كلها.
بالمضرب وانتي واقفة، مش هياخد منك يعني ربع ساعة في العمايل. وضبي بقى الالوان الجميلة دي زي ما انتي عايزة، وابتدي بقى اعملي كاساتك والاطباق والبولات بتاعتك، واعملي كل اللي انتي عايزاه. يعني هتعزمي العيلة وعيلة العيلة، طلع كمية بسم الله ما شاء الله. الاربع علب مليانين. كل ده بشوية فاكهة فريش كانت عندي في الفريزر، وحبة كاكاو، عملت كل الألوان الجميلة دي. ايه رأيكم بقى؟ يلا بقى اكتبولي في الكومنتات طلع معاكم ازاي، وطعمه عامل معاكم ايه، وقولولي ايه رأيكم بقى في الجمال ده. اظن الحر ده محتاج طبعا الايس كريم لازم. هندلع بقى الدنيا هنا بشوية صوصات بقى كده. جبت صوص شوكولاتة، بيتجاب برضو من عند بتاع مستلزمات الحلويات، كل حاجة في متناول ايديكي يعني، وده اختياري برضو. وهنا صوص مانجا. تمام كده. وجبت شوية سبرينكلز عشان ألون بيهم الآيس كريم الفانيليا الأبيض زي ما انتوا شايفين كده. بشرت شوية شوكولاتة، حطيتهم على الايس كريم الشوكولاته، وحبه سبرينكلز على الايس كريم الفانيليا. وكلي بقى بالف هنا وشفا، واكتبي لي بقى في الكومنتات الجميله اللي بتسعدني ايه رايك في الطريقه دي. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لبيت ماما بطه، وتحياتي ليكوا. ووحشتوني وحشتوني، ومش هغيب عليكوا تاني.